ترسل الى الامام، لكن تغطيه دفاعيه ممتازه، كره خطيره اهلاويه ما زالت مستمره، مطالبه ركله جزاء. نعم هي ركله جزاء، ركله جزاء تحتسب في هذه اللحظات لصالح النادي الاهلي، ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. شوف محاوله المرور، اعتقد بان حكم المباراه كان قريب جدا، يوسف علاء اللاعب الذي يسبب الازعاج الكبير جدا في الجهه اليمين لمدافعي نادي الزمالك. تأتي الفرصة للأهلاوية لكي يتقدمون في هذا اللقاء، لكي يضعون أول بصمة في هذه المباراة. ودائما اللاعب رمضان صبحي على التنفيذ، رمضان صبحي على التنفيذ، واحد من أبرز وأخطر المهاجمين. نشاهد ونتابع رمضان، شال حارس المرمى، الله على حارس المرمى محمد فوزي، يبعدها وينقذ مرمى فريقه من هدف اول. شوف رمضان حطها، لكن يعني اعتقد بان حارس المرمى محمد فوزي يحسب له التدخل في التوقيت المناسب وفي التوقيت السليم لابعاد كره يعني كان من خلاله ممكن ان يتقدم النادي الاهلي.